السلام عليكم. مرحبا بكم من جديد في القناه عجبي طاتشي. اليوم غادي نحكيو على واحد القصه بشعه بزاف. في علم ديال النفس كاين واحد المصطلح معروف سميتو متلازمه اديل، وهذا الاسم جا من واحد البنت فرنسيه كانت سميتها اديل هيكو، بنت الكاتب المشهور فيكتور هيغو. كانت اديل بنت زوينه بزاف وموسيقيه موهوبه، ولكن طاحت في حب واحد الراجل ما كانش كيبغيها. هذا الحب مرضها وقلب حياتها للجحيم، ولات مهووسه به اللي دارها تبعته لسنين وخاطب الناس باللي هي راه مرتو. كذلك هو خسر حياته والمهنه ديالو بسببها، وهي خدات 43 عام من عمرها في مستشفى الامراض العقليه. العلماء اليوم كيقولوا بلي هذا النوع ديال الهوس كيقدر يصيب اي واحد، وكيخلي اي واحد يفقد السيطره على المشاعر ديالو ويدير تصرفات غريبه وحتى خطيره. وعندنا مثل مغربي كيقول لا يطيح حبك على حجره. وما بين القصص اللي كتشوف بزاف هذه الحاله هي القضيه ديال ايمي يونغستيد اللي وقعت في 2008 وهزت اوروبا كلها، ولات من ابشع الجرائم في التاريخ السويد. ايمي كانت بنت من ستوكهولم، تزادت نهار 16 فبراير سنه 1985. تربت في عائله عاديه، كان عندها اخت كبيره سميتها كاترين في العمر ديالها 19 عام. تزوجت بسبب سميتو نيكولاس، وكانوا تعرفوا من الثانويه، وبسرعه حملت منه. في العمر 20 عام ولات ام لولدها الاول سميتو ماكس. من بعد عام ونص زادت بنت سميتها ساغا، ولكن رغم الاولاد الزواج ديالهم ما كانش مستقر، كانوا صغار بزاف وما قدروش على المسؤوليه ديال العائله. المشاكل ما كانش كتسالي، كل نهار غوات ومشاكل حتى قرروا يتفارقوا. ولكن ملي وصل الموضوع الحضانه زاد تعقدت الامور اكثر. نيكولاس كان باغي يبقى في حياه ولادو ويشارك في التربيه، اما ايمي كان عندها راي اخر، ومن هنا بدات الكارثه الحقيقيه. من بعد الانفصال ايمي ما بقاش بوحدها، حيت بدات علاقه جديده مع راجل اخر تعرفت عليه في الانترنت سميتو توراغني هيلبرغ. كان ساكن في مدينه صغيره سميتها اوروباغ بعيد على ستوكهولم بشي 150 كيلومتر. ايمي انتقلت لمدينه جديده وخذت مع ولادها. نيكولاس ما عجبوش الحال لانه باغي يشوف ولادو كل نهار، وما قدرش يتقبل الفكره انهم يعيشوا بعيدين عليه. مشى دعاه في المحكمه باش يحاول ياخذ الحضانه، وحتى هددها في واحد المره وهي ما ستاتش. مشات وشكات بين البوليس. المشاكل ما كانتش كتسالي، كل واحد فيهم كان باغي ياخذ الحضانه بوحدو. اما ايمي بدات كتعيش قصه ديال الحب جديده، وتوراغني ما تقلقش ان راه مطلق عنده جوج ديال الوليدات، بالعكس كان كيبغي الاولاد وكان باغي يكون عنده عائله. عاشوا في الاول في واحد الدار صغيره ورثها توراغني من عائلته، من بعد قرروا يتزوجوا ويعيشوا في دار كبيره باش كل طفل يكون عنده بيت خاص وحياه مريحه. توراغني كان خدام مزيان وعنده خدمه زوينه والصالير محترم، اما ايمي كتبقى في الدار وتربي الدراري الصغار وتوجد الفطور وكل شيء. ولكن كانت كتفكر ترجع الخدمه في المستقبل، حيت هي في الاصل كانت خدامه ديزاينر. كانوا كيخططوا يديروا عرس في الصيف 2008، ولكن القدر كان مخبي شي حاجه خايبه. في 17 مارس 2008 بدا نهار عادي بحال اي يوم. توراغني خرج بكري للخدمه، وايمي بقات في الدار مع ولادها اللي هو ماكس اللي عنده 3 سنين وبنتها الصغيره ساغا اللي ما كملتش عامين. مع العشيه كانت كتوجد العشاء وكتسنى خطيبها يرجع. في نفس الوقت كانت كتكلم اختها كاترين في الانترنت وكيهضروا على الهدايا اللي غادي يجيبوها لوالديهم بمناسبه عيد زواجهم. تقريبا مع 6 ونص ديال العشيه رن عليها توراني في التليفون وقال لها بلي غادي يتاخر شويه في الخدمه، وقال لها غير بداو الماكله بلا بيه. هذه المكالمه كانت قصيره، ورجعت ايمي تكمل الخدمه ووكلت ولادها ومشات شويه قدام الحاسوب كتكلم اختها. ولكن في 7:07 بالضبط التواصل بيناتهم قطع. كاترين تفاجات حيت شاف الشاشه ووقفات، ما كانش عارفه ان هذه كانت اخر مره غادي تشوف فيها اختها حيه. كاترين كانت كتشوف اختها راه كتكتب لها رساله، ولكن ما كملناش داك النص، كلشي توقف. 5 دقائق من بعد حسيت بشي حاجه ماشي هي هذيك، خافت عليها وحاولت تتصل بايمي ولكن ما كانش كتجاوب. وعاودت تتصل بخطيبها توراغني باش يتعرف شنو كاين. توراغني كان راجع من الخدمه وقريب وصل للدار، قال لها ما تخافيش غادي تكون غير مشغوله مع الدراري وغادي ترد عليك ملي تسالي. ولكن ملي وصل للدار تفاجأ ان الباب محلول، ودخل بشويه وشاف الفوضى في كل بلاصه. في الاول ظن ان الوليدات كانوا كيلعبوا وداروا الشغب ديالهم، ولكن منين لاحظ بقع بنيه غامقه فوق الارض قرب منها. باللي شافها تجمد في بلاصتو، كان الدم وبدا كيغوت بصوت عالي ايمي ماكس ساغا، ولكن ما جاوب حتى واحد. في الممر لمح شي حاجه صغيره في الارض، في الاول ظن غير دميه حيت كانت مطروحه في الارض بواحد الطريقه غريبه، ولكن من يقرب منها تجمد ليه الدم في العروق. كانت ساغا بنته الصغيره غارقه في الدم، وجهها ما بقاش بين من كدر الدم والتشوه. وخطا 2 خطوات ولقى ماكسي حتى هو مربي قريب منها وبنفس الحاله، الجمجمه ديالو مكسره. من بعد شويه
لمح ايمي مرميه في الارض ومغطيه بالدم، ووجهها محطم بواحد الطريقه ما يقدرش يتصورها العقل. ما كانت كتحرك وما كانت كتنفس. طوراغني تخلع وبدا كيترعد، خرج التليفون ديالو واتصل بالاسعاف، والصوت ديالو مبحوح. الرعب اللي شاف كيقول لهم تعالوا عتقوني، راه الدم في كل بلاصه، ولادي ميتين ومرتي كذلك. وهو ملي كيهضر معاهم ايمي تحركت شويه وبدات تتنفس، كانت مازال حيه. Bergshusgatan 2B Arboga, 3 personer, blöder jättemycket, 2 barn, Marken. Ta det lite lugnt nu, vart är du någonstans? Bergshusgatan 2 Better, Arboga. Vad är det som har hänt där då? Jag vet inte, 2 barn, 1,5-åring och en, shit det ser ut som hackhål i. Vad fan är det här? Okej, vänta, jag måste bara lägga ifrån mig telefonen lite stund. Ja, jag väntar. Kom jag bara. Kniv, ja. Vad fan är det? Hallå? Hallå, hittar du dem nu eller? البوليس ما طولوش بزاف حتى المسعفين جاو قد في وقت واحد. لقاو نبض ضعيف عند ايمي والولاد بجوج، بداو كيديروا لها انعاش، والمنظر كان مرعب لدرجه ان رجال الشرطه صدموا. قال لك كيفاش شي واحد يقتل هاد المراه والاطفال ديالها؟ شكون هاد الوحش يدير لهم هاد الشيء؟ نقلوهم بالزربه المستشفى. الحاله ديال ماكس وساغا كانت خطيره بزاف، والاطباء قالوا حتى ولو عاشوا ما غاديش يقدروا يتنفسوا بوحدهم. اما ايمي فكانت بين الحياه والموت، ولكن الوضع ديالها كان مستقر نسبيا. ودخلوها في الغيبوبه الاصطناعيه وربطوها بالاجهزه الانعاش على امل ان الجسم ديالها يقدر يتحمل. في نفس الوقت كانوا الخبراء الشرعيين في الدار كيقلبوا الايدي الله ويحاولوا يفهموا شنو وقع بالضبط في هذه الليله. منين دخلت الشرطه المنظر كان كيخلع، الفوضى في كل بلاصه، الحوايج مرميين ومرشوشين بالدم في الارض وفي الحيطان. المسعفين كانوا داروا كل ما بيديهم باش ينقذوا هاد الناس، ولكن في هذه العمليه خلاو كل شيء مقلوب وحركوا بزاف ديال الحوايج باش يقدروا يوصلوا للضحيه. الارضيه اللي كانوا مطروحين فيها ايمي وماكس وساغا كانوا عارفين عليها الناس بزاف، وصعيب تمييز اثار ديال الاقدام القاتل من ديال المسعفين. دابا خاص الخبراء يعرفوا شنو البصمه الاصليه وشنو ديال الناس اللي جاو من بعد. من خلال التحقيقات الاوليه البوليس عرفوا ان المزرعه ما خداش اكثر من 13 دقيقه. اخر رساله من ايمي كانت مع 7 دقائق ديال العشيه، والمكالمه ديال طوراغني مع الشرطه كانت مع 27 دقيقه بالضبط. يعني القاتل دخل دار داك الجريمه واختفى بمده قصيره، ولكن الطريقه ديال الضرب والعنف الشديد وضحت ان الجريمه ما كانتش صدفه، كاين دافع شخصي وحقد عميق تجاه الضحايا. السلاح اللي استعملوه كان شي جسم ثقيل وغليظ بحال المطرقه، ولكن المفاجاه الكبيره ما لقاوش مكان الجريمه، معنى ان القاتل خداها معه وهو هربان. اول واحد شكوا فيه البوليس هو طوراغني، حيت ما كانش متزوج رسميا بايما وهادو ما كانش ولادو. البوليس قال يمكن يكونوا تخاصموا بيناتهم وهذا الشيء تحول لكارثه. جابوا للتحقيق، هو مدمر نفسيا وبين عليه الصدمه، ولكن كان عنده دليل براءه قوي. اولا فعلا كان بقى في الخدمه والمدير والناس اللي خدامين معاه اكدوا هذا الشيء، وثانيا الكاميرات اللي في الطريق صورته وهو راجع للدار في نفس الوقت اللي وقعت فيه الجريمه. رغم هذا الشيء البوليس بغى يسمع منه التفاصيل كلها، يمكن يكون لاحظ شي حاجه غريبه او سمع صوت الهاتف، ولكن هو قال كل شيء كان عادي حتى دخلت لباب الدار ولقيت الدم. الحاجه الوحيده اللي لاحظتها هو ان الباب الدار كان محلول، وهنا استنتج المحققين ان ايمي ربما فتحت الباب القاتل بنفسها. من بعد التحقيق تلقوه، وخلال هذا الوقت كان طوراغني بلغ عائله ايمي. الوالدين طاروا بالسياره من ستوكهولم حتى الاورباغ باش يمشيو للمستشفى يشوفوا بنتهم وحفادهم، ولكن في الطريق سمعوا في الراديو اخبار اللي هزهم من الداخل. الولاد ماكس وساغا ماتوا متاثرين بالجروح، ما فاقوش نهائيا من الغيبوبه. من بعد ما الشرطه كانت شاكه في طوراغني، المشتبه فيه جديد هو نيكولاس، الراجل اللي كانت ايمي متلقى منه اكثر من عام والاب الحقيقي ديال الاطفال اللي ماتوا. الحياه بين ايمي ونيكولاس ما كانت شانيه بعد الطلاق، كانوا ديما كيتخاصموا، كل مره كيرجعوا للمحكمه على الحضانه ديال الوليدات، والمشاكل وصلت لدرجه ان نيكولاس رددها اكثر من مره، وهي ما بقاتش ساكته، مشات وشكات بيه عند البوليس. بالنسبه للمحققين كل شيء كان بينه واضح، راجل مطلق وخسر الحضانه وكره طليقته، من بعد ارتكب جريمه في ايمي في ولادو، والبوليس شكوا فيه بزاف وشدوه وجابوه للتحقيق. ولكن المفاجاه الراجل كان منهار تماما الخبر، كيبكي وكيهضر بصوت مخنوق. واش بصح ماكس وساغا ماتوا؟
لا راكم غالطين، كنت نقول لا عطيني ولادي بغيتو يبقاو معايا. من واجهوا بالتهمه تصدم، من بعد بدا كيغوت عليهم مستحيل ما نقدرش نادي ولادي هادو راه حياتي. قالوا ليه وفين كنتي وقت الجريمه؟ قال لهم انا كنت في مدينه اخرى وعندي خدمه نهار كامل. في الاول المحققين ما اقتنعوش، ولكن بعد اكدوا من كلامه. فعلا كان بعيد تقريبا شي 200 كيلومتر على دار ايمي، في نفس اللحظه اللي كانت الجريمه كتوقع في دارها. يعني نيكولاس بريء تماما، والقاتل مازال مجهول وكيتخبى في شي بلاصه. في هذا الوقت خبراء الشرعيين بقاو خدامين في الدار كيقلبوا على اي دليل ممكن يوصلهم للحقيقه، ولكن القاتل كان لابس قفاز ما خلى حتى بصمه من وراه. اما الاثار الاحاديه كارثه، حيت المسعفين والبوليس وحتى توراغني كلهم عفطوا في نفس البلاصه. دابا خاصهم يفرقوا بين اثار الطبيب واثار القاتل، وهذه المهمه شبه مستحيله. في نفس الوقت المحققين كانوا خايفين من حاجه واحده، القاتل ممكن يعرف ان ايمي ما ماتش وبقى حيه ويرجع للمستشفى باش يكمل الجريمه، حيت ايمي كانت هي الشهيده الوحيده اللي تقدر تفتحوا. وداروا حراسه مشدده 24 ساعه 24 ساعه قدام الغرفه ديالها، وحتى واحد ما يقرب منها. البوليس ما بقاوش ساكتين، بدا كيسولوا الجيران يمكن شي حد شاف شي حاجه غريبه في ذاك النهار. وفعلا واحد من الجارات قال تقريبا من 5 ديال العشيه شافت واحد الشخص لابس كحل كامل وكيتسارع حتى الدار ديال ايمي، وبين عليه غريب على الحومه. ما شفتش وجهه حيت كان دير الكابا ودير الكاسكيت على راسو، ولكن من القامه ديالو بين ليا يمكن تكون بنت حيت ماشي راجل، حيت كان قصير وضعيف البنيه. وهذا الشخص نفسه تسجل في الكاميرات ديال واحد الحانوت قريب من الدار. والبوليس حقوا مزيان في هذا الفيديو، ونيت الدار فيه السيده وبنت قصيره وضعيفه البنيه، ولكن شكون هي؟ شنو علاقتها بايمي ولادها؟ قرروا يوريو التسجيل لتوراغني باش يشوفوا واش كيعرفها. من اول لقطه وجه توراغني يتبدل واللون ديالو صفار، وقال بصوت متردد يمكن تكون هي. قال له شكون هي؟ قال له ممكن تكون كريستينا شورار صاحبتي السابقه، ولكن ما متاكدش. ولكن شكون هي كريستينا شورار؟ هي بنت تولدت في مدينه هانوفر في المانيا سنه 1977. ملي كانت صغيره الاب ديالها خلاها العائله ما بقاش كيهتم بها، وهذا الشيء اثر في النفسيه ديالها. كبرت بنت عنيده وطموحه، ولكن شخصيتها معقده شويه. في المراهقه ديالها سافرت لامريكا في برنامج تبادل الطلاب، وعاشت في نيويورك سنين. خدمت في مجال التاريخ والاثار، وسافرت بزاف عبر اوروبا، شاركت في الحفريات وبعثات الاثريه. في الصيف 2006 مشات للجزيره كيريتا في اليونان، وبدات خدمه في واحد الفندق شعبي كمرشده سياحيه. وهنا جات توراغني، كانت غير في عطله، ولكن شدته عينه من اول نظره. عجبته البنت ذكيه ومثقفه وعندها جاذبيه مختلفه. بدات بيناتهم علاقه من اول يوم ودامت اسبوع، ولكن من بعد رجع توراغني لبلادو وبقاو كيتواصلوا في التليفون وفي الانترنت. من بعد شهور كريستينا قررت تمشي عندو للسويد وطلبت تبقى معاه في الدار ديالو. هاد التصرف شافو توراغني غريب شويه ومبالغ فيه، وباش تكملها عرضت عليه يمشيو في ويكاند واحد الجبل، ولكن هو رفض وكان كيتمنى تكون هذه اخر مره يشوفها فيها. ولكن كريستينا ما وقفتش هنا، بقات كتعيط ليه وكتصل بيه وكتكتب ليه رسائل وكتضغط عليه باش يتلاقاو من جديد. وفي يناير 2007 توراغني قال لها بصراحه كريستينا صافي سالينا، ما بقاتش بيناتنا شي علاقه. ولكن هي دارت راسها ما سمعت والو، وبقات كتلح عليه يجي لعندها ولا تجي لعندو. وفي فصل الربيع من نفس العام مشات فعلا للسويد، ولات كتبع في كل بلاصه بحال شي ظل. هنا كريستينا قدرت تقنع توراغني باش يرجعوا العلاقه اللي بيناتهم. هو راه قال لها راه طرف لها بنت ولا كيخرج معها، وهي ظهرت انها متقبله وقالت له غير انها نسات شي حاجه في الدار وباغا تمشي تاخذها. توراغني وافق ودخلها للدار، ولكن كريستينا حاولت تغريه، ولكن هو صدها وخرجها من الدار وقالت له بورود غادي تندم على هذا الشيء. من بعد داز 3 شهور ورجعت كريستينا مره اخرى وكتحاول تعتذر منه وقالت له نبداو صفحه جديده، ولكن توراغني بقى في القرار ديالو. قال لها صافي سالينا العلاقه. في العشيه من ذاك النهار اتصلت بيه كتبكي، قالت له انا شربت السم لانك ما بغيتش تعيش معايا وانا ما قادرش نعيش بلا بيك. توراغني خاف بزاف وعيط للبوليس والاسعاف، واتصل حتى بعائلتها قالوا لهم شوفوا لها شي طبيب نفسي يعالجها في السبيطار. الام ديالها خدات كريستينا وداتها مصحه نفسيه وبقات فيها اكثر من شهر، ولكن العلاج ما نفعش معها. كريستينا بقات مهووسه بالتوراغني، كتفكر كيفاش ترجع له، كتختار اي سبب باش تلاقى معاه. في اكتوبر 2007 قررت كريستينا تنتقل للسويد وسكنت في ضواحي ديال ستوكهولم مع بنت اخرى. من تما بدات تقلب عليه وتبحث عنه. فاش قدرت تشوفو قالت له هي متاثره، انا راه ولدت منك ولد ولكن راه عطيتو العائله باش تبناه. توراغني تصدم وبدا كيسولها امتى وكيفاش،
واخر مره كنا مع بعض من عام هادي. من بعد تلاقينا بزاف ديال المرات وما بانش لك راكي حامله، ولكن كريستينا كانت كتهرب من الجواب، وكل مره كتجي شي تفاصيل جديده باش تبان القصه حقيقيه. في يناير 2008 بعد ما حاول باش يشوف ولده، هنا طرقني وصل واحد الميساج منها كتقول له ولدنا راه مريض بمرض وراثي وخطير، خاصنا نمشيو لألمانيا باش نشوفوه. الاب المتبني غادي يتصل بك ويفسر لك التفاصيل. في هذا الوقت كان طرقني مع ايمي وديرين انتقال من جيل جديد. ايمي كانت عارفه القصه كامله وقالت له بوضوح راه كريستينا باغي غير تجرك شي فخ وما كاين حتى شي ولد. وبالفعل من بعد ايام طرقني جاتو مكالمه من راجل كيقول له انا الاب المتبني ديال ولده. طرقني بدا كيسولو اين السبيطار تزاد واين ولد وشنو سميتو وفين كاين نتايا، لكن داك الراجل بدا كيخاف وكيتهرب من الاسئله، وفي الاخير قطع الخط. في ديك اللحظه طرقني فهم الحقيقه، ما كاين لا ولد ولا والو. كريستينا كتكذب عليه وكتخطط كل شيء وكتبني القصه، وداك الراجل اللي هضر معاه ممكن غير شي واحد من المعارف ديالها وكيألف المسرحيه. من البوليس عرفوا بهاد القصه كامله ومعقده تحركوا بسرعه، مشاو للعنوان ديال كريستينا ولكن ما لقاوهاش. لقاو غير البنت اللي ساكنه معها وقالت لهم كريستينا راه البارح جمعت حوايجها ومشات لألمانيا. تحققوا فعلا وكانت سافرات. الشرطه ديال السويد طلبت المساعده من الشرطه ديال المانيا باش يوقفوها. في 20 مارس خرج امر بالاعتقال. منين شدوها كريستينا قالت بكل برود راكم غالطين، ما عندي حتى علاقه بالجريمه. ولكن ملي رجعوها للسويد نهار 29 مارس اول حاجه طلبتها هي تشوف طرقني. الطلب ديالها ترفض ولكن بقات كتطلب فيهم كانها ما فاهمه والو. البوليس فتشوا الشقه اللي كانت ساكنه فيها وخداو التليفون واللابتوب ديالها باش يحقوا فيهم، وقلبوا حتى الحوايج ديالها حبه حبه وما لقاو فيهم حتى اثار ديال الدم. ولكن المفاجاه الكبيره كانت ملي توصلوا التحاليل ديال الاثار ديال الحذاء اللي كان في مسرح الجريمه. لقاو بصمات ديال الصباط رياضي ما كينتميش للضحايا ولا للمسعفين، ومن الشكل ديال الطبعه عرفوا الماركه والموديل ديال الصباط، والمقاس كان هو نفس المقاس ديال كريستينا. هي قالت بكل ثقه ما عمرني كان عندي داك النوع ديال الصباط. ولكن البنت اللي كانت ساكنه معها في الشقه قالت لا عندها نفسه بحاله تماما. من بعد المحققين مشاو يشوفوا اللابتوب ديالها وهنا كانت الصدمه الحقيقيه. الكمبيوتر كان عامل بالصور ديال طرقني والتصور قديمه اللي كانوا فيها بجوج، وحتى تصور جديده اللي لاحهم بوحدو مع ايمي في واحد الملف خاص مسميه بواحد الاسم خايب بزاف. كانت حاطه الصور ديال ايمي ولادها وخداتهم من الفيسبوك وكاتبه تحت كل صوره تعليقات خايبه او تهديدات. من المحققين قلبوا اللابتوب مزيان لقاوها كتبحث في جوجل على كلمات مجرده من الرحمه، كيفاش نقتل بلا ما نخلي اثار، وكيفاش نخفي اثار الجريمه، وكيفاش نخلي الشبهات تبعد عليا. وفي الملاحظات ديال اللابتوب لقاو رسم دقيق للسكن ديال ايميل ترينغي وكاتبه ملاحظات تحت منها التوقيت تاع الخروج وتوقيت الدخول، وكاتبه حتى الروتين اليومي ديال العائله كامله. كانت كريستينا كتعرف كل التفاصيل كانها كترسم لهم خطوه بخطوه. اما في المستشفى الحاله ديال ايمي بدات كتحسن بشويه بشويه، النفسيه ديالها بدات كتستقر والجسم ديالها بدا كيتفاعل مع العلاج. وفي الاخر ديال مارس قرروا الاطباء يفيقوا من الغيبوبه الاصطناعيه. من بعد فتحت عينيها وكانت مازال مربوطه بالانبوب التنفسي، ما قدرتش تهضر ولكن نظرتها فيها التعبير. عرفت والديها واختها ولكن ما كانتش فاهمه شنو وقع ولا علاش هي في السبيطار. ملي ولات شويه كتقدر تهضر جاو المحققين باش يهضروا معها وما قالوش لها الحقيقه كامله، خافوا عليها من الصدمه. ولكن المفاجاه ايمي ما بقات عاقله على والو داك النهار، كانت كتظن انها غير طارت شي حاجه تصير وبقات كتسول فين ماكس وفين ساغا واش بخير، وكانوا كيجيوها باجوبه غامضه وكيتفاداو يصدموها. في الاخير العائله والطاقم الطبي قرروا يقولوا لها الحق. منين سمعت ان ولادها ماتوا بدات تبكي ودخلت في هستيريا قويه حتى اضطروا الاطباء يعطوها مهدئات. من نعسات فقط من جديد كانت كارثه كبيره، ما بقاش عاقله على الحوار اللي داز من قبل وعادت كتسول بنفس السؤال فين هما ولاداتي واش ولادي بخير. هاد الحاله استمرت لاسابيع وهي كتكرر معاهم ولكن عقلها كان كيرفض يصدق هذا الشيء. من بعد شهر قرروا ياخذوها لمكان الجريمه. منين دخلت للدار المفاجاه كل شيء رجع لها في بالها. هنا بدات كتكلم قالت لهم كنت راسل اختي وكنوجد الطابله وليداتي كانوا كيلعبوا حدايا. من بعد دق الباب ملي فتحت شفت الضوء قصير وهنا بانت لي غير الظلمه. من سولته شنو بغى حسيت بألم شديد، شي ضربه جاتني في الراس. هاد الشخص الغامض دخل الدار، انا حاولت نحمي ولادي. هنا غيبت وطحت في الصالون والباقي التفاصيل كتعرفوها نتوما. اما في المحكمه كريستينا بقات كتصر على البراءه ديالها، السلاح ديال الجريمه ما لقاوش وكل الادله تقريبا كانت غير مباشره. ولكن الصديقه ديالها اللي كانت معها في السكن قالت ان المنطقه ديالها سرقت لها في شهر مارس، والشرطه
لقات ان الحجم والتصاميم ديالها كتوافق مع السلاح ديال الجريمه، حتى هذا دليل كان غير مباشر. المحققين لقاو كاميرا في محطه الحافلات بينت ان كريستينا زارت مدينه اربوغ 3 مرات في الاسبوع قبل الجريمه، وهي ما قدرتش تفسر السبب، ولكن اللي واضح انها كانت كتراقب الضحايا ديالها، وما قدرتش كذلك تشرح علاش كانت كتقلب في الانترنت على طرق اخفاء الجريمه وكتجمع التصاور ديال ايمي ولادها. في 29 جولاي 2008 بدات المحكمه ديالها المتهمه بقتل 2 اطفال ومحاوله قتل ايمي. كريستينا تصرفت بطريقه غريبه في القضاء، دخلت المحكمه وهي كتبتسم وكتلوح الناس اللي حاضرين في المحكمه. ملي عرضوا عليها الفيديو ديال الجريمه بدات كتضحك، وهذا الشيء كيبين انها مجنونه، ولكن الفحص النفسي اكد انها عاقله وواعيه وكتعرف شنو كدير، غير كتمتع بداك الفيديو. منين ايمي شافت كريستينا في المحكمه طاحت وغيبت، ومنين فاقت قالوا لها ما كاين شنو بيك. ايمي قالت لهم هذا هو الظلام اللي شفتو ذاك النهار، هذه هي اللي قتلتني ذاك النهار. رغم المحامي حاول يدافع عليها، المحلفين حكموا لها بالاجماع بالذنب، وتحكمت المحكمه بالمؤبد بلا اطلاق السراح مشروط، وزادوا حكموا عليها تعطي 20,000 يورو تعويض لايمي. وما لقاوش اي دليل ان كريستينا كانت حامله او عندها ولد من تورنغي. بالنسبه لايمي الشفاء ديالها كان طويل وصعيب، ولكن تورنغي ما تخلاش عليها وتزوجوا في الصيف 2010، ودابا راه ولدوا ولاد وكيربيو فيهم. هاد القصه كانت واحده من اكثر الجرائم الوحشيه والمأساوية في ستوكهولم، كتوري كيفاش الهوس والغيره يمكن يحول حياه الناس للجحيم. كما كنقول لكم لا يطيح حبك على حجره. هاد القصه كتشبه شويه القصه ديال سيدنا يوسف عليه السلام مع زليخه. المهم هنا كنوصل للنهايه ديال القضيه ديال هاد اليوم. ما تنساوش ديروا لايك الفيديو وتشاركوا في القناه الا ما كنتوش مشتركين، وكنشكركم بزاف على مشاهده الفيديو حتى النهايه، وكنشكر الناس اللي كتدعمني. مع السلامه، في امان الله.